يعني ايه بيك اور فاكتور او معامل ساعه الذروه، واللي بنرمز له بالرمز بي اتش اف؟ البيك اور فاكتور او معامل ساعه الذروه هو معامل فايدته ان احنا نتاكد من ان الحجم المروري خلال الساعه التصميميه، الساعه اللي احنا هنستخدمها في التصميم، الحجم المروري خلالها هيكون ثابت. طيب نعرف منين ان هو ثابت؟ من خلال حساب الايه البيك اور فاكتور ده. طيب البيك اور فاكتور ده عشان نحسبه هو علاقه بين الحجم المروري خلال الساعه دي مقسوم على التدفق المروري خلال الساعه دي. طيب ازاي بنحسب الحجم المروري؟ من خلال الحصر، بننزل نعمل حصر ميداني، بيبقى معانا استماره كده، والاستماره دي بتبقى متقسمه معانا بالشكل ده. بيبقى عندنا هنا مثلا ايه، ده التايم وده الحجم وده الايه وده التدفق. التايم على سبيل المثال احنا اخترنا الساعه من الساعه 9 صباحا للساعه 10 صباحا، هي دي المدة أو دي الساعة اللي احنا اخترناها للتصميم. الساعة دي لما بنيجي نعمل حصر فيها، مش بنعمل الحصر على الساعة مرة واحدة، لا احنا بنقسم الساعة أربع تربع. بيبقى عندنا أول ربع ساعة، وبعد كده عندنا تاني ربع ساعة، يعني من 9 وربع مثلا ل9 ونص، وبعد كده بيبقى عندنا تلات أرباع ساعة، وبعد كده بيبقى عندنا الساعة كاملة. فبنقسم الساعة دي كام ربع؟ أربع تربع، من 9 ل9 و15، ومن 9 و15 ل39. طبعا 15 و30 دي أقصد بيها دقيقة يعني. ومن 39 ل9:45، ومن 9:45 ل10. يبقى احنا كده قسمنا الساعة بتاعتنا لأربع تربع. على سبيل المثال لو قلنا مثلا أول ربع ساعة عدى عندنا حجم مروري 500 مركبة، الربع ساعة اللي بعد كده عدى عندنا 550 مركبة، بعد كده عدى عندنا مثلا 450 مركبة. تمام. الربع ساعة الأخير مثلا عدى عندنا 600 مركبة. واحنا دلوقتي عندنا أول ربع ساعة عدى عندنا حجم مروري 500، تاني ربع ساعة 550، تالت ربع ساعة 450، وربع ساعة الأخير طلع عندي 600 مركبة. أما أجي أحسب التدفق بضرب الرقم ده في العدد تقسيماتي للساعة. تمام. يبقى أنا دلوقتي هضرب الرقم ده في كام؟ أنا مقسم الساعة هنا أربع أجزاء، بضربه في 4. 500 في 4 يبقى 2000. طيب 550 في 4 يبقى 2200. عندي 450 في 4 يبقى عندي 1800. عندي 600 في 4 يبقى كام؟ يبقى 2400. تمام. يبقى احنا دلوقتي حسبنا الحجم خلال الربع ساعة الأولاني والتدفق خلال الربع ساعة الأولاني، وبعد كده حسبنا برضو للربع ساعة التاني نفس الكلام، حجم وتدفق حجم وتدفق، بضرب الرقم ده في عدد تقسيماتي للساعة. طيب احسب ازاي البيك اور فاكتور؟ باخد اكبر رقم هنا في التدفق اللي هو 2400، واقسم عليه السمشن بتاع الحجم المروري. طب الحجم المروري عندي كام؟ عندي هنا 550 و450 يبقى دي 1000، 1500، 1500 وعندي 600 يبقى كام؟ يبقى عندي 2100. اقسمهم على اكبر رقم في التدفق، عندي 2000 و2200 و1800 و2400، اقسم على ال 2400. الناتج بتاع القانون ده بيطلع قيمة، القيمة دي بتبقى محصورة ما بين 25%، وهنا البيك اور فاكتور، والايه و99%. طيب اقسم الرقم ده على الرقم ده، لو طلع لي قيمة قريبة من 99%، يعني قريبة من الواحد، ده يدل على ان الحجم المروري خلال الساعة دي ثابت. طيب لو لقيت ان البيك اور فاكتور او النسبة بين الفي على التدفق قريبة من الرقم التاني، يبقى انا عندي عدم ثبات او تذبذب خلال الساعة دي، والساعة دي ما ينفعش ان انا اعمل عليها التصميم بتاعي.